السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. أحب أعرفكم أنا مين؟ أنا أبو زينب. أنا بقى مين يا جماعة؟ إمام بتاع الفول. طبعا انتوا يا جماعة ما سألتنيش يا عم إمام انت شغال فين؟ أنا هقول لكم. أنا بقى يا جماعة شغال في شارع طلعت حرب في وسط البلد. كل اللي يجي ويقول لي يا ابو زينب هفطره ببلاش. يلا بقى يا حبايبي تعالوا وانتوا حبايبكم وانتوا صحابكم وانتوا عائلتكم كلها وتعالوا افطروا عند عم امام في وسط البلد في شارع طلعت حرب. خدي يا حاجة اعملي لي شوية بالليل. اتفضلي يا حاج. بسرعة بقى عشان نفسي فيها. هات يا حاج من عينيا، احلى بليلة هتكون عندك. ده انا بليلتي مش اي بليلة تتعامل وخلاص. اتفرج وشوف الحركات يا جمال يا بليلته. سلام عليكم، ازيك يا ام احمد؟ عامله ايه انت وجوزك وعيالك؟ يا رب دايما كويسين وبخير. بكره يا حبيبتي الفطار عند جوزي ببلاش، ما تنسوش بقى تلمي عيالك وجوزي وحبايبك وتيجي تفطروا عنده. العنوان هقولك يا حبيبتي، العنوان في شارع طلبة حرب، في شارع طلعت حرب في وسط البلد. ولو انت وصلتي هناك ومش عارفة فين المحل، اسألي اي حد في الشارع قولوا له فين المحل بتاع امام بتاع الفول، هيشاورلك على طول. ماشي يا حبيبتي، باي. خليني بقى ايه الحق اتصل على ام عمر والامهات بتاعتي دي. الو، ازيك يا ام عمر؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الفطار بقى عند جوزي يا حبيبتي والحركات دي بقى ببلاش. لم حبايبك وجيرانك يا حبيبتي. يلا يا حبيبتي مع الف سلامه. اتصل بقى على ام مصطفى. الو، السلام عليكي يا ام مصطفى، عامله ايه يا حبيبتي؟ بكره الفطار عند جوزي ببلاش. لم بقى قرايبك وقرايب جوزك وقرايب كل اللي قلبك يحبه. يلا يا حبيبتي مع السلامه. الو يا ام يوسف. ماشي يا حبيبتي مع السلامة. مع السلامة. ببلاش؟ مش كل الفطار ببلاش، هي في حاجة بقت بلاش في الزمن ده. يلا بقى يا حاج. في ايه يا حاج؟ انت مالك بتبصلي كده ليه؟ على البليله؟ البليله يا حبيبي على النار، هجيبها لك دلوقتي. ايه اللي جاب على رجلي؟ هجيبها لك دلوقتي يا حاج. الحق يا ماما، يا ماما، ماما، يا ماما. استنى بس انت يا بابا. يا ماما، يا ماما خدي بسرعه بس يا ماما، بعد كده روحي. مصيبه في الشارع وانتوا ولا حاسين. يا ماما يلا خلصي الحقيني يا ماما. في ايه؟ في ايه يا بنت؟ في ايه؟ خلصي يا بنت قولي في ايه؟ انا سايبه على البليله هتتحرق. انا معليه على البليله يا بنت هتتحرق. خلصي يا بنت قولي مصيبه ايه دي؟ طب اصفر على البليله ولا اعمل ايه؟ يا بنت قولي يا بنت البليله هتتحرق. مصيبه يا ماما مصيبه. ازاي انتوا الوحيدين مش واقفين في الشباك؟ دي كل الناس فاتحه شباكها واللي نازل واللي اتخانق واللي عمل حاجات كتير قوي. انتوا مش سامعين ناس الصوت الكتير؟ دي الناس كده تحت لو طلعتوا بسبب الصوت العالي يا ماما، وانت عارفه ان انا بخاف من الصوت العالي. متنطيه يا بنت قولي في ايه؟ ما تشوف بنتك يا حاج البليله هتتحرق. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا مصيبتي. البليله اتحرقت يا حاج، البليله اتحرقت. هتنطيه ولا ادخل جوه؟ خلاص هقولك. بصي يا ماما، في ولد اشترى كتكوت صغير يا ماما، وهو ماشي
الكتكوت وقع منه، راح وهو بيجري وراه راحت في عربيه دست على الكتكوت والدنيا مقلوبه، وقعدنا نقرا فاتحه على الكتكوت يا ماما، وانا خفت قوي يا ماما وقعدت اعيط تحت. المنظر وحش قوي يا ماما، البيت مفتوح. في ايه يا بابا؟ في ايه يا ماما؟ بتبصلي كده ليه؟ هو انا قلت حاجه عيب؟ في ايه انتوا مالكم بتبصلي كده ليه؟ انا ما عملتش حاجه، انا راح عند الكتكوت. حبايبي الحلوين، ما تنسوش اللايك والاشتراك تحت القناه باللون الاحمر وتفعيل الجرس عشان كل ما نعمل فيديوهات جديده توصل لكم. يا حبايب قلب زينب من جوه، باي. انا راح عند الكتكوت.